السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الورد والياسمين على احلى المتابعين. حسب بقى الصباح او المساء اللي هتشوفوني فيه. الناس كلها بتاكل البطيخ وترمي القشر بتاعه. انا بقى النهارده مش هرمي القشر. يا ترى بقى هنعمل به ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ حاجه جميله جدا ومغذيه لاولادنا. تعالوا النهارده معايا هنشوف هنعمل ايه بقشر البطيخ. بس قبل ما ابدا الفيديو يا حلوين، يا ريت كده تشجعوني باللايك واشتراك في القناه وتشير الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا نسمي الله ونسال على الرسول. شوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه معايا هنا قشر البطيخ زي ما انتم شايفين كده. طبعا اكلنا البطيخه وقلنا بقى اما نعمل بالقشر ايه، هنعمل بيه فكره جميله جدا. اول حاجه هاخد كده قشر بطيخ واشيل كده الطبقه الخضراء اللي عليها من فوق، لان دي اصلا مش محتاجاها. بالشكل ده. طبعا قشر البطيخ ده بنطلع منه افكار جميله جدا وافكار برضو كتيره جدا. انا النهارده هعمل بيه، مش عايزه اقول لكم برضو. تابعوا معايا الفيديو للنهايه وهنشوف هنعمل مع بعض ايه. هنقشر كده البطيخ بالشكل ده. شايفين؟ يا دوبك بس الطبقه الخضراء كده هنشيلها كده بالطريقه ديت. هقشر بقى كده الكميه مع نفسي وبعد كده بقى هرجع لكم. وانتوا بتتفرجوا على الفيديو كده متنسوش حطوا لايك. حطوا لايك كده يا حلوين، شجعوني حبيب قلبي. بعد ما قشرت بقى كده قشر البطيخ كله كده بالشكل ده، هبدأ بقى كده اقطعها كده قطع صغيره في قلب الحله اللي انا هسلقه فيها علشان يسلق معايا بسرعه. هو كده كده اصلا بياخد وقت معانا على البوتاجاز، بس مش مشكله. بقطعها كده كده صغيره بالشكل ده. يا ترى هعمل بقشر البطيخ ايه؟ فكروا معايا. بعد ما قطعت كله كده بالشكل ده هحطه بقى على البوتاجاز واحط معاه نص كوبايه من السكر وكوبايه من الميه واسيبه بقى يسلق براحته خالص. بعد ما اتسلق بالشكل ده، شايفين؟ يعني باخد كده حوالي ساعه البوتاجاز وانت مهديه عليه النار. هسيبه بقى، هطفي عليه واسيبه بقى لما يبرد معايا خالص شويه. بعد ما يبرد معايا هضربه بقى كده في الخلاط من غير ميه ومن غير اي حاجه خالص. شايفين؟ بيتضرب بسرعه جدا لان السلق كويس. هضربه كده ضربتين في الخلاط لحد ما ينعم معايا خالص. انا عايزاه معايا ناعم. شايفين؟ انا عايزاه بالنوعيه ديت كده بقى تمام. طبعا هنا فضيته بقى في الحله اللي انا هشتغل بيها، بس لقيته كده تقيل. حطيت كده حوالي 4 كوبايات من الميه عليه عشان اخففه شويه. عشان المقدار ده انا اقسمه كده على نصين. لسه ما عرفتش هعمل ايه النهارده بقشر البطيخ. النهارده يا حلوين هعمل مهلبيه كده بالجيلي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اول حاجه كده جبت نص الكميه وحطيته كده على البوتاجاز، وهجيب هنا 4 معالق من النشا وهدوبها كده في نص كوبايه من الميه. وطبعا سايبه كده عصير البطيخ كده لما يسخن كده ويغلي على البوتاجاز. كده بقى النشا دابت معايا خالص كده تمام. معايا هنا بقى كيس جيلي بالفراوله. هنزل عليه كده بالعصير بتاعي وهدوبه كده كويس جدا. وطبعا هظبط السكر بتاعك. انا كنت حطيت سكر بس للاسف ما تصورش، بس ان شاء الله هيصور في الجزء التاني. هنزل بقى هنا كده بالنشا بتاعتي وهدوبها كويس جدا ومهديه النار لحد ما يتقل معايا خالص. شايفين القوام عامل ازاي؟ كده خلاص بقى بدأت تغلي معايا والقوام تقل معايا.
هنا بقى هطفي النار عليها. هفضيه هنا كده بقى في الشفشق بتاعي عشان اعرف كده اعبيه في الكوبايات او الاطباق اللي هحط فيها. شايفين؟ هعبيه كده في كل الكوبايات بتاعتي بالشكل ده. طبعا هو لسه سخن، اسيبه بقى لما يبرد خالص وبعد كده بقى احطه في التلاجة. يعني اقعد في التلاجة كده حوالي ساعتين ولا حاجة لحد ما يبرد معايا خالص. شايفين شكل المهلبية بتاعتي بالجيل عاملة ازاي؟ شكلها تحفة. هنا بقى ده الجزء التاني. خدي بالك انا قسمت المقدار بتاعي على جزئين. اول جزء عملته كده بجيل الفراولة، تاني جزء خدته كده بالشكل ده وحطيت السكر بتاعي. زي ما قلت لك في المره الاولانيه حطيت سكر بس ما اتصورتش. المره دي بقى حطيت سكر، يعني ظبطت السكر كده حسب ما انت عايزاها بقى مسكره، عايزاها مظبوطه، عايزاها سكرها قليل اللي يريح معايا. هنا بقى باخد جيل من المشمش، ممكن تستبدليه بقى بمانجا باي حاجه انت عايزاها، بس الصراحه المشمش جميل جدا، يعني هو عجبني كمان عن الفراوله. هنزل كده بالمشمش بالشكل ده، ومعايا كده بقى لون غذائي، يعني بعزز بس اللون شويه، لو ما عندكيش بقى مش ضروري. كده كده اصلا لونه ما شاء الله جميل جدا. بدا هو بقى كده كويس جدا. ومعايا برضك 4 معالق كده من النشا، هنزل عليهم بقى كده بالمقدار بتاعي لحد ما يتقل معايا خالص. شايفين؟ هتفضلي كده تقلبي بقى، وكونك برضك مهديه النار عليها عشان برضك ما تشعوطش منك. هنا بقى المقدار بتاعي بدا يتقل معايا خالص اهوت. شايفين القوام؟ حابه بس كده اوريهولك القوام تقيل معانا ازاي. كده بقى تمام. هفضيه برضو كده في الشفشق بتاعي عشان اعرف كده اعبيه في البولات بتاعتي. وطبعا اي حاجه عندك عبي فيها، عندك بقى كوبايات، عندك بولات بالشكل ده، اي حاجه عندك عبيه فيها. انا بفرغها كده في البولات بالشكل ده. شايفين؟ بجد تحفه. انا بهز كده بس الاطباق علشان تبقى مسويه معايا. هنا برضو فضل شويه معايا كده، فرغتهم كده في كوبايه صغيره. وده بقى شكله معايا. هسيبه بقى لما يبرد واحطه في التلاجة لما يبرد خالص، وبعد كده بقى هوريه لكم حبايبي الحلوين. وده بقى كده مهلبيه الجيلي اللي عملناها كده بقشر البطيخ، جاهزه معانا كده بالشكل ده. حطيتها بقى كده في التلاجة يجي ساعتين كده ولا 3 لما بردت معايا خالص، وبعد كده بقى طلعتها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد يعني تحفه. دي الفراوله ودي المشمش. حابه كده بقى ادوقها كده معاكم. بسم الله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد خرافه ما شاء الله. طعمها جميل جدا. قاعدين حواليتي بقى عاملين يضحكوا عليا وانا بدوق. شايفين؟ بجد والله العظيم طعمها جميل جدا وتحفه. ودي كمان الفراوله. شايفين شكل الفراوله عامل ازاي؟ جربيها بالطريقه دي وباذن الله هتعجبك. لو عجبك بقى كده فيديو النهارده شجعيني كده باللايك واشتركي في القناه وشيري الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.